تخيل كده انت قاعد في بيتك عادي وإذ فجأة يجي لك تليفون يقول لك الاهلي عايزك في الموسم الجديد وبداية من كاس العالم للأندية، وكل ده رغم ان انت ما كنتش في الحسبان من الاساس. اهو ده اللي عمله الاهلي بالظبط مع احمد رمضان بيكهام. اهلا بيكم في حواري العالم. بيكهام هو لعيب في الاصل من قطاع الناشئين في النادي الاهلي، خرج اعراض كتير ولعب في حتت كتيره جدا لحد ما جت فتره ورجع على الاهلي تاني. وفي الفتره اللي هو رجع فيها للاهلي دي كان تواجده كان فيه مشاكل كتيره جدا بينه وبين الجمهور، وده بسبب طريقه لعبه اللي الجمهور كان شايفها انها مش مناسبه لطريقه لعب الاهلي من الاساس، رغم ان ظروف لعبه ما كانتش مثاليه بصراحه من وجهه نظري. فبعدها بيكهام مشي وراح سيراميكا كليوباترا، ولما راح سيراميكا لعب وتقل وراح منتخب مصر ولعب مع المنتخب. وبعد رحيل محمد عبد المنعم ورامي ربيعه فالاهلي كان مفتقد لمدافع في قلب الدفاع، والاهلي كان بيدور علشان خاطر ياخد مدافع معاه في كاس العالم للانديه. وبرده رغم ده كله الاهلي ما كانش بيفكر في بيكهام، وكان بيفكر في واحد من الجزارين، واحد بيلعب في غزل المحله والتاني بيلعب في البنك الاهلي، او كان في كلام بيتقال ان الاهلي هيجيب ياسين مرعي من فاركو. وفجاه سبحان الله يقع الاختيار على احمد رمضان بيكهام. يتكلموا معاه روح حضر شنطتك وفيستك ويلا بينا عشان نروح كاس العالم للانديه. وده ان دل فيدل على حاجه واحده بس، نصيبك هيجيلك مهما حصل. اعمل لايك فول عشان نتقابل تاني. انا احمد سينا من خدها اقول لك.